عوام لما نزل زويل يقول لهم دولة مدنية. مدنية يعني ايه؟ يعني امك ما تلبسش حجاب. ليه؟ انا طب ما انت قلتش مراتي ده حتى يا حبيبي، لان ده هيفرق بين المسلمة والنصرانية. احنا عايزين دولة لا تفرقة فيه، عايزين دولة ليبرالية. يعني ايه ليبرالية يا بردعي؟ يا ايها الليبرالي اللي بنتك متجوزة نصراني كافر، اللي بنتك المسلمة متجوزة نصرانية لانها ليبرالية غير اسلامية، انما حضرتك ليبرالي اسلامي. يعني ايه ليبرالية؟ ليبرالية يعني اي حكم يحكمنا الا الاسلام. ليبرالية يعني ما فيش حاجه اسمها راجل وست، ممنوع رجوله اصلا، ما فيش حاجه اسمها نتكلم عن الرجوله. ده مش كلامنا، ده كلامهم هم، ده الفاظهم هم. ليبراليه يعني في الاقتصاد اي مصدر تكسب منه فلوس اكسبها، واي حاجه عايز تصرف منها الفلوس اصرفها. يعني حريه. ليبراليه يعني ما تقوليش ابن تيميه وابن القيم يا حبيبي، ما تقوليش الائمه الاربعه ماليش دعوه. ليه يا حبيبي؟ لان الليبراليه معناها ان انا افهم النصوص بدماغي، ما فيش اي قيود، ما فيش اي. ليبراليه يعني ضد العبوديه لله. شوفوا يعني ايه عبوديه لله واسلام لله. الليبراليه هي اكتر نظام ضد الاسلام لله وضد العبوديه لله. الناس دلوقتي لو طلع لها اي واحد ظريف لطيف، ايوه يا عم تعالى هات الراجل الطيب بتاع هيئه الطاقه الذريه اللي ضيع العراق اهو، هاتوه يحكمنا يا جماعه. او الشاب المخترع بتاع الفيمتو سكند ده زويل اللي بيقول عايزين دوله علمانيه لا دينيه، ده هاتوه يا جماعه يحكمنا يا جماعه. هاتوا يا جماعه الناس الظريفه دي. ما هو الشعب ما هوش عارف حاجه. امال الاسلام بيقول لك ايه؟ الاسلام شفتوا النظام الامريكا؟ امريكا ما يقول لك ما فيش حاجه اسمها ان الشعب ينتخب الاول للي تبع الانتخابات الاخيره او اللي قبلها او يقول لك مفيش حاجه اسمها الشعب ينتخب الاول. ليه يا عم؟ ده انتوا امريكان وبتقولوا الحريه. يقول لك لا، اصل الشعب ما يقدرش يبقى اول مرحله الاولى في الانتخابات، الشعب هو المرحله الثانيه. امال ايه المرحله الاولى؟ قال لك لازم حكماء البلد الاول، الناس اللي فاهمه قوي، بتوع الفكر قوي، بتوع فهم الاصلاح قوي، يتعمل لهم مجلس الاول كده اسمه الكونجرس، ويتعرض المرشحين الاول على دول، يتصفصفوا وسطهم لحد ما يوافقوش غير على اللي شايفينه اصلاحي بحق وحقيقي. صفصفناها على 2 نقوم منزلين انتوا رضيتوا يا كونجرس يا حكماء البلد ان ال2 دول اي واحد فيهم يحكم؟ انتوا مش زعلانين؟ انتوا شايفين البلد مش هتضيع؟ نزلوه للشعب بقى ينتخب، نزلوه بقى يا شعب انت تختار مين، عايزين فلان او عايزين علان. ده النظام الامريكي. لما عمر بن الخطاب جاء ليموت عين 6 ثم عرضوا على حاجة عندنا اسمها اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد عندنا دول اللي هم في مصر كده اسمهم مجلس الشعب، اللي هم في امريكا اسمهم الكونجرس، اللي هم في عند اليهود اسمهم الكنيست، اللي هم اعلم واحكم افراد الامة، الناس اللي فاهمة شرع قوي وفاهمة الواقع قوي. الناس دي الاول يعرض عليها انتوا ترضوا من ال500 واحد اللي كل واحد طالع يقول انتخبوني تشهدوني، ده ترضوا بمين من دول؟ او انتوا ترشحوا اصلا مين من دول؟ احنا راضينا للامه فلان وفلان او فلان او فلان او فلان. رضيتوا دول؟ ايها الشعب تعالى انتخب بقى. انما لو من نقل الشعب على طول ممكن واحد كافر ياخد الحكم، ودي المصيبه اللي ايران دلوقتي مش عارفه تلمها، لانه غباء، لانه بيطبقوا جزء، لانهم منكرين معظم السنه، فمش قادرين يلموا الشريعه الاسلاميه، مش عارفين يجمعوا الشريعه الاسلاميه، قاعدين يرقعوا، ياخدوا حته من اوروبا على حته، مش عارفين.